كلنا عارفين إن جريمة السرقة طبعًا مُعاقب عليها والقانون بيعتبرها جريمة مخلة بالشرف، لكن إحنا النهارده بنتكلم عن جريمة السرقة ما بين الأزواج أو ما بين الأصول والفروع، هل هي الجريمة دي مُعاقب عليها والّا مباحة؟ تعالَ نعرف رأي قانون العقوبات المصري. السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدًا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. بدايةً كده جريمة السرقة اعتبرها القانون المصري جريمة خطيرة مخلة بالشرف. الأحكام الصادرة فيها الحبس فيها وجوبي، ما فيش كفالات، واجبة النفاذ، الحضور أمام المحكمة بيكون حضور شخصي، ما فيش حضور بتوكيل، الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ بمجرد صدورها حتى مع استئنافها. ده بالنسبة السرقة في العموم. أما السرقة ما بين الأزواج وبعضهم وما بين الأصول والفروع، والأصول والفروع هنا اللي هو الأب والأم والابن والبنت، فهنا القانون حط شوية إجراءات معينة للحفاظ على العلاقة الأسرية. فقال إن أولًا ما ينفعش النيابة العامة إنها تحرك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب من المسروق أو من المجني عليه. دي أول حاجة. تاني حاجة المجني عليه من حقه إن هو يتنازل عن المحضر بتاعه أو عن الدعوى الجنائية في أي حال كانت عليها الدعوى الجنائية، سواء كان الدعوى الجنائية لسه سواء كانت لسه المحضر في اسم الشرطة أو قدام النيابة أو في المحكمة أو قدام محكمة استئناف، وحتى بعد صدور حكم نهائي، وحتى أثناء التنفيذ يقدر المجني عليه إن هو يوقف تنفيذ الحكم الجنائي، سواء قبل التنفيذ أو حتى أثناء التنفيذ، وساعتها بيخرج على طول المتهم أو المحكوم عليه من السجن. ده طبقًا لنص المادة 312 من قانون العقوبات للي حابب يراجع. طيب تعالَ نشوف مثال بقى ونشوف المشهد ده كده ونرجع نتكلم عليه من وجهة نظر القانون المصري. تسمحوا تجيبوا لي بقى الثلاث ارباع مليون جنيه بتوعي؟ هي الهام مش مراتك؟ ايه؟ الهام مش مراتك؟ ايوه ايه؟ خلاص مراتك وخدت منك فلوس، احنا مالنا؟ وهنا طبعًا المشهد ده غير قانوني، لإن هنا الزوج بيطلب من ضابط المباحث إن هو يعمل محضر لزوجته إنها سرقته، وضابط المباحث بيقول له أنت هي مراتك واتصرفوا مع بعض. فطبعًا ده كلام خاطئ، لإن هنا المجني عليه بيطلب محاكمة المتهم في قضية سرقة. كان المفروض على الضابط هنا إن هو يعمل المحضر، والمحضر يتعرض على النيابة، وبعد كده الزوج من حقه إن هو يتنازل أو يتصالح، أو من حقه إن هو ياخد حقه بالقانون. وسلام.